احلى بيتزا تشيكن رانش ممكن تجربوها. انسوا بقى اللي انتوا كنتوا بتاكلوها بره، وتعالوا بقى اعملوا معايا احلى بيتزا في البيت خطيرة يا جماعة. كمان هنعمل صوص الرانش الاصلي بمكونات بسيطة جدا وتحفة. حبيت كمان اعمل لكم مقادير عجينة البيتزا الواحدة علشان لو حابين تجربوا في مكونات بسيطة الاول. طعمها خطير واحلى 100 مرة من الجاهزة. تعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي. هبدأ بالعجينة. معايا نص كوباية من المية الدافية، هحط عليها معلقة صغيرة من السكر ومعلقة صغيرة من الخميرة الفورية، هقلبهم مع بعض كويس جدا وهغطيهم 10 دقايق علشان اتأكد ان الخميرة بتاعتي شغالة كويس. في بولة تانية هحط كوباية وربع من الدقيق، عليهم نص معلقة صغيرة من الملح ورشة من بودرة الثوم، وهقلبهم مع بعض كويس جدا. وبس كده. بعد 10 دقايق هتلاحظوا ان الخميرة عملت بابلز كده من فوق، معنى كده ان الخميرة بتاعتي شغالة كويس. ضفت عليها معلقة كبيرة من زيت الزيتون، وممكن تستخدموا الزيت العادي. وبعد كده هبتدي ان انا اضيف الدقيق بالتدريج واحدة واحدة واقلب. ده بيساعد قوي لو انا هعجن بايدي، الموضوع بيبقى سهل جدا. الاول بستخدم كده معلقة، وبعد كده طبعا لازم اعجن بايدي عشان احس بالعجينه. هنرش رشه من الدقيق بس تكون بسيطه، ما تزودوش الدقيق قوي عشان ما يتنشفش منكم، وهتعجنوها بايديكم كده مش اقل من 10 دقايق. العجينه في الاول بتبقى بتلزق، لو عجنتوها بقى كويس بتبقى مظبوطه ومش بتلزق في الايد قوي، وبتبقى في نفس الوقت طريه جدا. هتكوروا بقى العجينة وتحطوها في بولة مدهونة بزيت الزيتون او الزيت العادي، وتدهنوها برضو من فوق كده من كل ناحية. هتغطوها بقى كويس جدا وتسيبوها تخمر لحد ما يتضاعف حجمها. يعني في الحر بتاخد ساعة، وممكن لو الدنيا برد شوية تاخد ساعة ونص او ساعتين. هنجهز بقى الفراخ. معايا قطعتين من صدور الفراخ، انا مقطعاهم صغير قوي بالشكل ده. التتبيلة بسيطة قوي، رشة من الملح والفلفل الاسود وبودرة الثوم وبودرة البصل. هقلبهم مع بعض كويس جدا، وعلى طاسة فيها معلقه كبيره من الزيت، والطاسه تكون سخنه جدا. هبتدي ان انا اشوح الفراخ لحد ما تستوي معايا ولونها يغير ويبقى باللون الذهبي الخفيف اللي انتوا شايفينه ده. وبس كده، وبكل بساطه الفراخ بقت جاهزه معايا. هسيبها بقى على جنب علشان تبرد خالص. تعالوا بقى الاساس الوصفه، صوص الرانش. عندي نص كوبايه من المايونيز، هحط عليها نص كوبايه من الصور كريم، وده شكلها موجوده في السوبر ماركت. طيب لو مش متاح ان انتوا تجيبوا الصور كريم، ممكن تستخدموا بدلها الزبادي اليوناني، بس الصور كريم بيدي المزازه بتاعه الرانش كده والطعم الاصلي. هزود عليهم نص ليمونه وهقلبهم مع بعض كويس جدا. التوابل بقى عندي نص معلقه صغيره من الملح، نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، نص معلقه صغيره من بودره الثوم وبودره البصل. والاساس بقى يا جماعه الشبت والبقدونس المجفف، تلاقوهم بكل سهوله في اي سوبر ماركت، وعايزه اقول لكم سعرهم مش غالي خالص. هناخد نص معلقه صغيره من البقدونس ونص معلقه صغيره من الشبت المجفف، وهنضيفهم بالطريقه دي وهنقلبهم بقى مع بعض كويس جدا. وبعد كده هنبتدي نخفف الصوص بمعلقتين كبار من اللبن. انا بحب القوام ده، مش بحب اخففه اكتر من كده، خاصه لو هنستخدمه في البيتزا علشان ما يسيحش معانا في الفرن. وده احلى صوص رانش ممكن تجربوه، احلى من الجاهز بكتير وطعمه تحفه. كل ما يقعد في التلاجة بيبقى احسن. ولو انتوا مش متاح ان انتوا تجيبوا البقدونس والشبت المجفف، تقدروا تستخدموا الفريش بس ما بيقعدش في التلاجة كتير. نجيب بقى عجينه البيتزا بعد ما خمرت، شايفين بقى العجينه تحفه ازاي. نديها بقى البوكس ونخرج منها كل الهواء. وهبتدي بقى اجيب ورقه زبده وهرشها بسميد البسبوسه. يا جماعه اللي انتوا بتستخدموه في البسبوسه رشوها رشه حلوه، بيدي كراست حلوه قوي للعجينه وما بيخليهاش تلزق على ورق الزبده. وهبتدي ان انا افرد العجينه كده بكل سهوله، وعلى قد ما تقدروا افردوا العجينه كويس وخلوا السمك بتاعها رفيع، بس الاطراف خلوه سميك شويه زي ما انتوا شايفين كده. باطراف صوابعكم هتعملوا لها زي سور كده علشان يبقى شكلها زي الجاهزه. وبعد كده هتبتدوا تحطوا معلقتين كبار من صوص الرانش، وما تزودوهوش قوي عشان ما يسيحش معاكم في الفرن. ورشه حلوه من الجبنه الموتزاريلا، وكمان قطع الفراخ اللي احنا عملناها مع بعض، ورشه كده من البصل المتقطع صغير قوي. واختياري حطيت الهالبينو، ممكن تحطوه ممكن لا. والاطراف بقى بدهنها بزيت الزيتون او الزيت العادي، واحط لها رشه من سميد البسبوسه برضو، بيدي كراست ولون حلو قوي. قبل ما ابدا خالص بكون مشغله الفرن على اعلى درجه حراره، لازم الفرن يكون سخن جدا. وبكون حاطه الصاجه بتاعه الفرن على الرف الوسط، وعلى طول بورقه الزبده كده
انزل البيتزا على الصاجه بتاعه الفرن على طول، بتكون سخنه جدا وبتخلي تسويه البيتزا مظبوطه قوي. ممكن كمان تستخدموا اي صينيه بس تقلبوها وتسيبوها في الفرن تسخن الاول، وبعد كده تحطوا عليها البيتزا على طول. هي اقل من 10 دقايق هتلاقوها خدت لون من تحت بالشكل ده. هتفتحوا بعد كده الشوايه علشان تاخد لون تحفه من فوق زي ما انتم شايفين كده. كان نفسي تكونوا معايا علشان تشموا ريحه البيتزا، بجد تحفه، واخده كراست حلوه قوي من الاطراف وفي نفس الوقت طريه جدا. الناس اللي ما بتحبش اطراف البيتزا هتحبها في البيتزا دي. اتفرجوا بقى على البيتزا وجمالها، خطيره يا جماعه. احلى بيتزا تشيكن رانش ممكن تجربوها، تحفه. صوص الرانش كان مظبوط جدا واحلى من الجاهزه بكتير. جربوها، انا واثقه جدا انها تعجبكم. وطبعا لو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والشير، واشوفكم على خير في فيديو جديد.